السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شقق الإيجار القديم، الطرح الجديد إن شاء الله هيبدأ من شهر 10 لمدة 3 شهور متواصلة. إيه هو الطرح ده؟ طبعا سيادة الرئيس السيسي قال في شقق بديلة، كل اللي مأجر شقة من شقق الإيجار القديم هياخد شقة بديلة من الإسكان الاجتماعي، إيجار أو حتى كمان بالنظام التمليكي أو بالتمويل العقاري. وعلشان تعرف كل التفاصيل ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شقق الإيجار القديم الطرح هيبدأ من شهر 10 لمدة 3 شهور متواصلة. كل اللي عايز يقدم هيقدم معاك 3 شهور، شهر 10 و11 و12 بإذن الله. وطبعا الكلام ده مش كلامي، ده كلام سيادة الرئيس. طبعا طب مين اللي هياخد الشقق دي؟ أول حاجة هتجيب صورة العقد الإيجار المكتوبة مع المستأجر اللي هي الأصلية. طب لو الشقة ديت امتدت لحد الأبناء أو الزوجة أو لأي حد وكتب عقد تاني جديد، طبعا هيقدم العقد الأصلي وكمان هيقدم العقد التاني اللي كتب، يعني هيقدم عقدين. طب لو العقد امتد لحد تالت يبقى المطلوب هيجيب العقد التاني والعقد الجديد، مش شرط العقد الأصلي. طب ايه هي الأوراق المطلوبة؟ صورة البطاقة الشخصية وبيان الحالة الاجتماعية، زي مثلا قسيمة الزواج أو لو حد مطلق أو أرمل، طبعا دي اسمها الحالة الاجتماعية. أو قسيمة الطلاق، أرملة مثلا أو أرمل، شهادة وفاة الزوجة. طبعا بتقدم صور شهادات ميلاد الأولاد لو كانوا قُصَّر، بتكون طبعا شهادات كمبيوتر. ولو عندك أطفال أبناء بالغين بتقدم صور البطايق بتاعتهم. وبعد كده بتقدم بيان دخل. لو حضرتك موظف بتقدم مفردات مرتب، أكنك بالظبط بتقدم على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي. لو حضرتك موظف هتجيب بيان مرتب من شغلك. طبعا لو حضرتك برضو عندك معاش بتجيب الورق برنت معاش من طبعا التأمينات الاجتماعية. ولو بتشتغل أعمال حرة هتقدم شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد. وطبعا يا جماعة الشهادة بتبقى سهلة جدا إنها تتجاب. والكلام ده اللي أكده سيادة الرئيس، أكد إن مفيش حد هيتضر خالص، وكل الناس إن شاء الله هتاخد شقق بديلة بإذن الله. وفي بند مهم جدا بيقول إن حضرتك مش هتتنازل عن الوحدة بتاعتك أو الوحدة السكنية اللي انت قاعد فيها، اللي انت مأجرها إيجار قديم، إلا إن شاء الله لما تستلم الشقة بتاعة الإسكان. ولما تستلم الوحدة السكنية هتتنازل فورا عن الوحدة اللي حضرتك مأجرها إيجار قديم على طول. هنأكد الأوراق تاني، هتجيب صورة من عقد الإيجار القديم، هتجيب صورة من البطاقة الشخصية، شهادة ميلاد الأولاد أو بطايق الأولاد لو كانوا كبار، قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة، مفردات مرتب أو بيان دخل طبعا بتاع حضرتك، مع صورة بالإقرار إن أنت مجرد ما تستلم الشقة الإسكان هتتنازل عن شقة الإيجار القديم اللي طبعا لصاحبها. طب الناس اللي عندها محلات أو محل إيجار قديم أو أي وحدة تجارية مأجرها إيجار قديم، طبعا إيه هو الأوراق اللي هو بيقدمها؟ هو هيزود شوية أوراق على الأوراق اللي احنا قلنا عليها. بيجيب سجل تجاري، بطاقة ضريبية، شهادة مزاولة النشاط. طبعا لو عندك محل إيجار قديم حضرتك هتقدم صورة من السجل النشاط بتاعك أو صورة ضريبية، وهتقدم صورة مزاولة المهنة أو مزاولة النشاط بتاعتك. أو لو ما عندكش هتقدم التراخيص بتاعة المحل. ومن ضمن التصاريح اللي قالها سيادة الرئيس إن لو حضرتك عاوز الشقة ديت بنظام الإيجار التمليكي هتاخدها، ولو برضو عاوزها بنظام التمويل العقاري على 30 سنة طبعا هتاخدها. كل الكلام ده كلام سيادة الرئيس عشان طبعا يراضي الشعب المصري. وإن شاء الله ده كلام نهائي، بس نرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.